في الحلقة اللي فاتت زين ويحيى بيتنقلوا لزمن تاني، زمن مصر القديمة، زمن قدماء المصريين. جنود الفراعنة بيقبضوا عليهم ويودوهم عند ملكة مصر، وتؤمر بحبسهم في المعبد الملعون علشان افتكرت إنهم جواسيس. وفي المعبد الملعون بيلاقوا مناظر غريبة ومخيفة، ويظهر لهم من وسط المية جعران حجري ضخم، وعينه كانت بتشع ضوء عالي، ويفضل يقرب عليهم لحد لما يقف ويثبت في مكانه. وزين ويحيى في حالة ذهول ورعب. تعالوا نشوف هيحصل ايه لزين ويحيى في الحلقة الجديدة من رحلة زين في أرض العجائب. زين ويحيى بيقفوا قدام تمثال الجعران الضخم، وعينه بتنور أضواء غريبة، وبيكونوا مستغربين من شكله. العيون دي فيها أسرار، أنا حاسس إنها مش مجرد نور، ممكن تبقى أحجار طاقة زي اللي بتكون في الأساطير. زين بيمد إيده ويلمس عين الجعران، وفجأة بيظهر مشهد سريع للحضارة القديمة. إيه ده؟ ده مش مجرد حجر، ده مخزن ذكريات للحضارة بتاعتنا القديمة كلها يا يحيى. لازم نجمع كل الأحجار، يمكن تكون دي الطريقة الوحيدة عشان نرجع لزماننا. بس لو خدناها ممكن الجعران يهاجمنا يا زين، انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ وفي وسط الكلام وهم بيتكلموا، الجعران عينه بتتحول للنور الأحمر المرعب، والمكان كله يتهز. وفجأة الأرض تحت يحيى بتفتح، ويقع في حفرة مليانة طاقة غامضة بتسحب منه الطاقة بتاعته. زين الحقني، الطاقة بتسحبني. زين بيحاول يمسك إيد يحيى، بس كل ما يقرب الطاقة تدفعه بعيد. يحيى بيبتدي يفقد الوعي، وبيختفي جوه دوامة الطاقة الغامضة. وفجأة زين يسمع صوت من جوه الدوامة: لازم تضحي بحاجة غالية عليك عشان تنقذه. وفي لحظة زين يفتكر إن في جيبه سلسلة صغيرة. دي آخر حاجة من أمي، بس مش هسيبك يا يحيى. زين بيرمي السلسلة في دوامة الطاقة وهو بيعيط، وتبتدي تقفل لوحدها، ويحيى بيبتدي يفوق. المعبد يرجع يتهز تاني، والضباب يملى المكان، ومن بعيد يظهر الرجل الغامض، لكن المرة دي لابس لبس مختلف، وبيبتسم ابتسامة غامضة. انتوا قربتوا من الحقيقة، بس لسه المشوار طويل. زين ويحيى يقفوا في حالة اندهاش ورعب، وبيحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل. يا ترى ايه اللي هيحصل لزين ويحيى في الحلقة اللي جاية من مغامرات زين في أرض العجائب؟ استنونا.